السلام عليكم. جماعة، المشكلة دي كبيرة شوية ويا ريت نركز فيها أوي. بتقول: السلام عليكم، أنا في مشكلة كبيرة ومحتاجة لها حل لأني تعبت. عندي ابني 15 سنة، اكتشفت من فترة إنه بيسرقني، أكلمه ينكر، بقيت أحترس منه ومعرفوش طريق المصاريف فين. بعدها اكتشفت إنه بيسرق حاجات من البيت ويبيعها، والموضوع اتطور وبقى يمد إيده بره. مع العلم مش حرماه والله من حاجة، بياكل احسن اكل وبياخد مصروف كويس وبجيب له لبس وكنت بديله دروس في كل المواد. للعلم ابوه مسافر، مش عارفة اعمل ايه. المشكلة دي كبيرة اوي. صلى على النبي. اول حاجة، هو حضرتك وابنك عنده سنتين حطيتيه قعدتيه على حجرك وعرفتيه يعني ايه حلال ويعني ايه حرام؟ هنا السؤال، يعني زرعتي الزرع الخير زرعتيه ولا كنت سايبه التلفزيون والموبايل يربيه؟ تمام، ما هو انت دي زرعه وانت بتجني ثمارها، مش اكل وشرب، دي تربيه. تمام. فلو هو عارف الحلال والحرام فين فاكيد ما كانش مد ايده لا في جيبك ولا ياخد حاجه يبيعها. تمام. حضرتك لجأتي لي يعني عايزه نصيحه. طب النصيحه بقى سيبك بقى من ان هو بيمد ايده، خلينا نعرف هو بيمد ايده ليه. لان هنا في مشكله كبيره. حضرتك بتقولي انه بياخد حاجات يبيعها. ابن حضرتك في حاجتين، يعني انت لازم لا، سيبيله فلوس وخليه يسرقها وراقبيه. روحي شوفي ابنك بيروح فين، لان هو بياخد حاجات ويبيعها. حاجة من الاتنين، يا مدمن على شيء يعني بعد الشر، والشيء ده مش شرط يكون مخدرات، ده ممكن يكون الحاجات المنتشرة اليومين دول اللي هو الرهانات وكده، اللي هي الرهانات عن طريق الانترنت والكلام ده. ف وحضرتك لوحدك طبعا مش هتقدري على الموضوع ده، فلازم يكون حد كبير. لو ابوه ينزل، لان الموضوع ده كبير مش تافه. تمام. شوفي ابنك بياخد الفلوس دي يوديها فين. مش بقى مجرد انه بياخد الفلوس، لا، نعالجه بقى من الاساس انه هو بيعمل ايه بالفلوس دي، وبعد كده يتربى. تمام. يعني انا ده رأيي. فاي حد من حضراتكم عنده رأي يا ريت هي هتقرا التعليقات كلها بدون تجريح، بعد اذنكم سيبوا الرأي في الكومنتات. ده رأيي، ولازم والده ينزل، عمه، حد راجل يكون شديد على الولد. شوفي الولد الأول بياخد الفلوس دي بيوديها فين، اقفلي له السكة دي، وبعد كده بقى ايه، عرفيه ان ده حرام. تمام. وبرضو بعدها تاني، حضرتك لوحدك مش هتقدر عليه، لازم يكون في راجل. انت طبعا مش عايزة حد يقول ان انت معرفتيش تربي اسف، معرفتيش تربي فابنك بقى يمد ايده طويلة والكلام ده. لا 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 لا، تقعدي عند ده كله وتخطيه، لان اللي جاي اصعب. اللي جاي اصعب لو ما عالجتيش ده. تمام. فاطلعي من النقطة دي وشوفي حد كبير راجل يقدر عليه، يقدر يحكمه. تمام. حضرتك لوحدك مش هتقدري. ويا ريت يا جماعة اللي عنده رأي يقوله باحترام في الكومنت، وما تنسوش الشير وما تنسوش اللايك. قدروا المجهود يا جماعة اللي احنا بنعمله. واي حد عنده مشكلة بعد اذنك سيبها لي في تعليق، انا هعمل حلقة كاملة عليها. شكرا.